لازم تحكيها، لازم تحكيها حق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان، اليوم والامس نزل منشور في صحيفة الشرق الاوسط يتكلم على انه، يعني ما اخوض في غمار الموضوع، بس مطلع النساء العراقيات رخيصات الى درجة انه اي من يجي يتمتع. خوش الشرق الاوسط اذا وصل لها رسالة بسيطة، هذا الاعلام الرخيص، هذا الاعلام القذر اللي في يوم يسعى الى تشويه نساء الموصل ويرجع بعد يوم يسعى الى تشويه نساء كربلاء، ويسعى الى تشويه نساء العراق اللي ارحامهم ما طلعت بس الرجال سواء كان من زاخو او من الفاو. الشرق الاوسط تريد توضح صورة انه نساء العراق رخيصات. خوش هنا نقول نختلف بالدم، نختلف ونحكي ضد اللي يقاتل، ضد اللي يسفك الدم، ولكن نوقف عند نقطة أساسية، نقطة لا يجب على الجميع أن يعرفوها، أنه حرائر العراق خط أحمر، إن كانوا من النجف وإن كانوا من تكريت، إن كانوا من الموصل وإن كانوا من الناصرية. أي إساءة لنساء العراق، زين، أي إساءة لنساء العراق ما نقبلها. تطلع لي الشرق الأوسط بمنشور رخيص تقول إنه الإيرانيين كذا وكذا، نساء كربلاء أحذيتهم تشرف إيران وتشرف البلد اللي طلع من عند المنشور. أحذية نساء الموصل تشرف ايران وتشرف البلد اللي طلع من عند المنشور. اياكم المتاجره بحرائر العراق، نختلف كل شيء يصير اوكي، ولكن انا بنت كريت كما تعتبرونه، ولكن اللي يسيء على بنت كربلاء يسيء الي، يسيء على هلي، اللي يسيء على بنت الناصريه يسيء الي، اللي يسيء على بنت نينا والحدباء يسيء الي. كفاكم متاجرة بحرائر العراق. يولوا في وقت انتم ترضعون صدور الروسيات، هذني ارحامهن تطلع رجال حتى توقف المد الصفوي وتوقف المد مال الاحتلال. هذني النساء العراقيات بدون تسمية، لا موصل ولا كربلاء ولا، هذني النساء العراقيات حذائهن يشرف طاهركم، يشرف عقلكم. إياكم والإساءة، إياكم والإساءة لهذني النساء اللي والله أعتقد عفتهن بعفة مريم العذراء، أعتقد عفتهن بعفة مريم العذراء. نختلف سنة وشيعة، نختلف أوكي، ولكن إياكم هاي الأجندات مالتكم الرخيصة وهاي التفاهات مال إعلامكم، التشكيك يوم تشككون بنسوان الموصل ويوم تشككون نسوان كربلاء. إياكم يولوا هذين العراقيات أطهر منكم وأطهر من عقولكم. للأسف أقولها، أنه الإساءة جاي تطلع من ناس محسوبين إنه سيئوا علينا، احكوا على الحشد، احكوا على داعش، احكوا على كل شيء، ولكن نساء العراق خط أحمر. يا ولد نعال بنت كربلاء شرفك والشرف الخلفوك، نعال بنت الموصل وبنت كريتي شرفك والشرف الخلفوك. يا ولد في وقت انت غافي في احضان الروسيات، هذن النساء طلعن زلم وقفن على السواتر. ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. طز بشارب الشرق الاوسط وطز بشارب كل اعلامي او صحيفه او مجله او قناه او وكاله تسيء لشرف العراقيات. كفاكم، كافي عاد، كافي. والله لو من نساء العراق انتم دايحين وصايرين مرتع للغرب كما انتم الان. كافي. نساء العراقيات، انا سني
مو سني، اتشرف بنساء كربلاء، واتشرف بنساء النجف، واتشرف بنساء الناصريه والرميثه والافج والبصره. لا تسيئون، لا تسيئون، احترموا نفسكم واعرفوا وزنكم شنو. انتم ذيول وانتم خدم، لا تسيئون للعراق. هاي النساء اللي تسواهن في وقت الحرب، وقفت وقتلت 9 جنود ايرانيين في وقت ما رف شارب لكم. هذا حفيدات تسواهن الشرق الاوسط اللي مولها يهودي. مو كفاكم اساء العراق. ترى والله وصلت حدها وكافي عاد لهنا وبس. تدسون ببطوننا ما يخالف، ولكن اساءة لحرائر العراق اقسم بالله لا تشوفون شيء ما شايفين. هاي الامور التافهه. انت قاعد بالزياره من بكربلاء والنجف، الزياره الاربعينيه. انت قاعد شفت بعينك؟ اذا شفت بعينك انطيني دليل. مو جدك عمر، مو جدك علي يقول كل شيء ولا قذف المحصنات. يا ردي لا تستغل عقول السذج، السذج عفوا، اللي يلعبون على وتر مو الطائفيه، حتى انا متهم بالطائفيه، اللي العرب وحررنا شرفكم من الشيشان والافغان وترجع تميل على كربلاء. لا، اكو عقال واكو ناس حكماء تقول لك الزم حدك. العراقيات خط احمر من زاخو الى الفاو، نعالهم يشرفك ويشرف عقالك. زين، اي اساءة ما قبلها. كل عراقي شريف جاي يشوف هذا الكلام لا تقبل اساءة، ولا تشارك منشور للشرق الاوسط بتكربلاء بتعمك واختك وشرفك. يا سني، خليني اقول لك يا سني، بتكربلاء عرضك وشرفك واختك. لا تقبل لاجندات خارجيه يدون يلعبون على عقلك الاساءة الها. لا، بتكربلاء اختك وشرفك وعرضك، وبت الموصل اختك وشرفك وعرضك. كونوا عراقيين، شرفكم فوق كل شيء. في وقت هم غافين يا ولي عراقيين، في وقت هم غافين في حضون الروسيات، انتم امهاتكم ونسوانكم انطن زلم على سواتر القادسيه ولا زال ينطن. لا تقبلوا الاساءه ولا سني. هاي بتكربلاء اختك. عرفت شلون؟ لا تقبل من تقبل الاساءه لها، هي اساءه لاختك انت. لا، اكتب الشيعيه اختي، ويا شيعي اكتب السنيه اختي. لا تخلوهم يلعبون على عقولكم. منشور الشرق الاوسط اللي احتفت به الوكالات البريطانيه والوكالات الامريكيه، هاي الاساءه لحرائر العراق هيجي حبلا وزياره وحبلا. لا عمي، ما عندنا هيك شيء. كان حبلا امهاتنا وجاي يروح للزياره، كان حبلا امهاتنا. كل شيء اقبلوا، كل شيء. سبوا على الحشد، سبوا على السنه، سبوا على الشيعه، ولكن لا تقبلون ان يساء الى نساءكم. انتوا هيك يا سنه ويا شيعه، انتوا هيك. كل شيء ولا نساءكم ولا عرضكم ولا شرفكم. ان يسيء لواحد ماجور يؤتمر باوامر الغرب، اياكم ثم اياكم، ثم اياكم. السني عقال راسك بتكربلاء يا ول، عقال راسك بتكربلاء. ويا شيعي يا ول، عقال راسك بالسنه. كلكم عندكم اواصر روابط اجتماعيه. زين، لا تقبلون الى واحد رخيص ان يشوه. والله بنت الموصل حبلوها الدواعش، بتكربلاء حبلوها الايرانيين. تخسى ويخسى شاربك يا ول. هذا من بنات العراق في وقت الشرق الاوسط اللي قبل الاحتلال تمجد بدخول بوش للعراق، الان اصبحت حريصه جدا على حرائر العراق، وحريصه جدا على بنات كربلاء وعلى بنات الموصل. هذا الزيف والخداع شنو؟ يا ولا احنا اهلنا يشرفوكم. يا ولا هاي النساء اللي من بطونهم طلعت زلم
ترست مقبرة وادي السلام وترست مقابر تكريت والبيجي والموصل. في وقت انت حامل البوابة الشرقية احنا الحماية هاي النساء هسه شم رخيص صدام حسين رف شاربه للكويتيين قالوا النزل العراقية ب10 دنانير على الشارع. هذول العراقيين ما اقول لكم اقتدوا بصدام وغير صدام، لا تقبلوا الاساءة ولا تخلون هذا الشيء يمشي عليكم. والله اللي ينزل يشارك الشرق الاوسط وهذا الامر والله فلا عنده غيره ولا شرف. لان بنت كربلاء اختك، بنت كربلاء اختك، بنت البصره اختك، اتذكر هذا الشيء زين. يا شيعي بنت الموصل اختك، وبنت الرمادي اختك، وبنت تكريت اختك زين. لازم تشنون هجمه ضد هذول السفله الكلاب اللي اساءوا لمجد العراق، اساءوا للنساء. والله نعال اللي يلقحوا يشرف عقلهم كل شيء، ولا الاساءه لامراه. نختلف، نحكي على الحشد، نحكي على كل شيء، تصرفات الحشد، تصرفات داعش، كل شيء نحكي، ولكن العرض خط احمر. اختلفوا في كل شيء، اختلفوا بكل شيء، بس عرضكم وشرفكم لا تفرطون به. الكربلائيه اختك والموصليه اختك، لا تخلون هذول الدايحين اللي البارحه احنا حمينا اعراضهم يتجاوزون على عرضك. طالع على ابو الشرق الاوسط حالات حمل في كربلاء، وانا عربة كربلاء الشرفك والشرف الخلفوك. حبها الحسين المشاها، اعطيني دليل انه سووا هذا الشيء. كافي اللعب على العواطف، كافي اللعب على هاي السوالف الطايح حظها. شو ما شفنا؟ انا ام شيعيه وكل خوال الشيعه، شو ما شفنا هالشيء؟ ها انت يعني شنو جاك؟ نزل عليك وحي، ظهر لك المهدي، حتى تسيء نساء كربلاء او تسيء نساء الموصل او البصره؟ كافي عليكم يا ولا هذول نساء العراق نعالهن يشرفكم ويشرف خلفكم. كافي كل شيء عبر علينا، بس هاي لا. بنت كربلاء اختي وبنت البصره اختي، اللي يحكي عليها يحكي على شرفي. اذا يتصور البعض ان الشرق الاوسط منزله هذا المنشور حتى تدافع عن السنه، فقولوا لهم يا اهل السنه، قولوا لهم هذا غلط ما نقبله. قل الكربلائيه والبصراويه اختي ابن السنه، لا يعبر عليك هذا الشيء التافه. قل له بتكربلاء وبنت البصره اختي، قل له انا اللي حاميها مو انت يا سافل اللي طلع هذا الكلام البذيء. ايش ما عرفه؟ اهل السنه انتم اعرف وانتم ادرى بهاي المواضيع. يطلع من خارج الحدود يقول حالات حمل في كربلاء تخسوي خس شاربك، جاي يسيء الخوالي وجاي يسيء للناس انا اعرفهم الاغلبيه منهم والله نعالهم يشرفك. ما جاي اجامل وتعرفون كل زين، ما جاي ما اخاف ولا اشتري حيشاكم اكبر راس بقدره، ولكن يصل الامر الى العرض والشرف. والله نعال بنت كربلاء الشرف الدنيا كلها، ونعال بنت البوصل الشرف الدنيا كلها. كافي عاد، ما عندكم غير العرض والشرف وهاي الامور، تخسون يا ولو. الله يحفظكم اخوان. انا ما اعرف بامور الفيسبوك، ولكن صحيفة الشرق الاوسط اليوم اساءت للعراقيات. الواجب اللي عليكم كعراقيين يا سنة دافعوا عن عرضكم، يا شيعة دافعوا عن عرضكم، بس هاي اقولها. واسف على الاطالة، اسف على الصياح، لان والله مخثوث انه اساءة العراقيات تجي من ناس والله ما حموا عرضهم، احنا اللي حمينا عرضهم. زين، اسف على الاطالة واعتذر عن الازعاج، ولكن عرضكم وشرفكم خط احمر يا عراقيين، مو سنه وشيعه. من تجيكم اجندات من برا تقول كذا وكذا، قول له السني يقول له ولك، قول له الكربلائيه اختي، الشيعي يقول له ولك، السنيه اختي، وتشب على حلقه الطرطور اللي غم الوقت اللي خلى هذول الشراذم يحكون على العراق وعظمه العراق. اسف على الاطاله واعتذر لان صيحت، والباقي يمكم، انتم عراقيين وهذا شرفكم وانتم تنجازون به. في امان الله.